يا صباح الفل عليكم. تعالوا نعمل مع بعض مشروب حلو قوي قوي قوي، جميل قوي، بيساعد في انقاذ الوزن، ولكن بنسبه بسيطه. مشبع. بيخليكيش تعطشي ولا بيخليكيش ان انت تبقي عايزه تاكلي او شراهتك كتيره قوي. هقول لكم هي مقاديرها بسيطه جدا، ولكن انا بعشقه جدا لانه حلو قوي وباخده على الريق. باخده قبل الاكل بساعه، قبل الفطار بساعه، قبل الغداء بساعه، قبل النوم، يعني قبل العشاء يعني. مقادير بسيطه وتعالى اقول لكم عليها. اول حاجه انا عندي خل عضوي، وده شكل الخل العضوي، وده اللي هو بيبقى فيه رواسب كده، ده خل تفاح. تمام. وعندي شرايح ليمون، وعندي شرايح خيار، وعندي بذور الشيا. دي بذور الشيا يا جماعه، من اجمل فوائد بذور الشيا اللي هي الياف وبتحسسك بالشبع. وعندي هنا عصير ليمون. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هحط هنا في الدرق بتاعي، بحط شرايح الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بعملها شرايح الليمون، وبعدين شرايح الخيار. تمام. وبحط معلقه. اول حاجه قبل المعلقه بحط عصير الليمون. ده عصير الليمون. بحط، اكمله ميه عشان حرام نرمي كل الليمون اللي فيه. بعد كده باخد معلقه او غطا من او غطا، خليها معلقه احسن عشان يبقى المقدار معلقه. هناخد معلقه من عصير او خل التفاح، وده بيبقى شكله معلقه من خل التفاح. وهناخد حوالي من معلقه لمعلقتين من بذور الشيا، ودي مفيده جدا جدا وصحيه قوي قوي قوي. ودي شكلها بيبقى شكل بذور الشيا، هي دي. وهنزودهم ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما انتم شايفين زودناهم ميه، وهنقلبهم كويس قوي. وهنسيبهم فتره، يعني حوالي 10 دقايق كده، على بال ما بذور الشيا تنفش، وعلى بال ما الخيار والليمون وعصير نص ليمونه او عصير ليمونه كامله ما ياخد وضعه مع العصير. ده بيبقى شكله زي ما انتم شايفين كده، شكله عامل ازاي على مدار اليوم. طبعا بيتشرب يعني قبل الفطار، بيتشرب قبل الفطار بنص ساعة بيتشرب. بعد كده بتفطري فطارك المعتاد، اللي انت بتفطري بعد كده بتفطري فطارك المعتاد عليه. سواء بتاكلي بيض مسلوق، سواء بتاكلي مثلا جبنه حلومي، اي حاجه انت مثلا معتاده عليها. بتفطري بعد المشروب دوت بساعه. تمام. مفيد جدا. اولا بذور الشيا حلوه، غنيه بالالياف، وبتحسن معدل السكر في الدم. وكمان مشبعة جدا. كالسيوم، فيها كالسيوم، فيها فوائد كتيرة جدا. بتساعد على ضربات القلب وكده، على انها بتنظم ضربات القلب. الخيار طبعا معروف بان هو فيه اكتره فيه ميه، يعني مش هيخليكي تعطشي كتير. في نفس الوقت فيه فوائد جميله قوي، غني بالالياف. فوائده حلوه قوي كمان، وخصوصا لو
كمان الليمون، وانتوا عارفين طبعا الليمون لا غنى عنه، مليان من فوائد الكالسيوم والاملاح وفيتامين سي، عشان الوقايه من البرد في الشتاء، الكلام ده كله. خل التفاح طبعا احنا عارفينه طبعا كويس جدا، مليان فوائد جميله قوي. اكتر حاجه ان خل التفاح دوت بيساعد كويس جدا على انقاص الوزن والحد من بروز البطن. عن تجربه صدقوني، انا عن نفسي لما باجي اسيب خل التفاح دوت ما بقدرش اشربه على الريق. يعني مثلا لو فرضا نسيته او اي حاجه مره من المرات، يعني بحس ان بصراحه كرشي بيكبر. لكن لو اعتمدت ان انا افضل اشربه كتير بصراحه، بحس ان الحمد لله يعني بيخفف من حديه بروز البطن يعني. لكن هو جميل، في ناس تتقبله وناس ما تتقبلوش على حسب بقى معدتهم وكده. هو يعني انصحكم بخل التفاح دوت، وتقدروا تعملوا عليه سيرش وكده، ويعني تستفيدوا من معلومات عنه. اول حاجه، طبعا بصوا شايفين بذور الشيا عملت ازاي، ابتدت تنفش وابتدت تبقى جميله ازاي كده وكبيره، حجمها ابتدى يبقى كبير. المشروب ده طبعا على طول صباحي لازم اخده. بصراحه انا لو ما يعني لما باجي مثلا ما اخدهوش او كده بحس ان انا في حاجه ناقصه الصراحه. ولكن هو مفيد جدا، بيخليني فعلا فعلا قاعده طول النهار ما بفكرش في الاكل. حقيقي حقيقي المشروب دوت ما بيخلينيش افكر في الاكل نهائي نهائي. ولكن فعلا مشبع وجميل قوي على مدار اليوم. اتمنى اكون افدتكم، واتمنى يكون يعني التجربه بتاعت مشروب اللي هو يعتبر زي ديتوكس كده، مشروب الديتوكس كده، يكون افادكم. صدقوني لو جربتوه هيعجبكم قوي. ان شاء الله اشوفكم باذن الله في فيديو جديد من المشروبات التخسيس، او مشروبات اللي هي بتحفز على انقاذ الوزن. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله وفي احسن خير ان شاء الله.